هنعمل مع بعض النهاردة الجلاش. الجلاش طبعا من أكتر الأطباق المحبوبة جدا عندنا في مصر. بنحب نعملها بأشكال كتيرة، وبنعملها حلو وحادق بحشوات مختلفة، بجبنة، باللحمة، بالفراخ، بالمشروم، بالسبانخ. يعني بتهيألي حشوات ولا تعد ولا تحصى. بما ان احنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين. انا هعملها معاكم النهاردة زي رولات كده صغيرة، بتبقى محشية شاورما مصري. طبعا شاورما المصري محبوبة قوي، وبتبقى حلوة في العزومات، وبتبقى حلوة لأنها صغيرة، وبتبقى صنف جانبي جميل جدا لو على ترابيزة سفرة في عزومة أو كده. هنعمل الأول التشريبة. هنكسر بيضة ومعاها نص كوباية لبن ونص كوباية زيت، وممكن نستبدل الزيت بزبدة سايحة أو سمنة سايحة حسب ما تحبوا. كده خلاص التسقية بتاعتنا او التشريبة بتاعتنا جاهزة. دي الشاورما، هحط لكم الفيديو بتاعها في الرابط تحت. الرابط بتاع الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. طبعا في الاخر بنحط عليها البقدونس، وبحط عليها كمان سلطة الطحينة. وبخلط سلطة الطحينة بالشاورما بتاعتي كويس، اتأكد انها وصلت لكل الشاورما بتاعتي. الطحينة هنا اضافة بتبقى اختيارية، بس هي بتبقى جميلة جدا، وبتدي الجلاش بتاعنا مع الشاورما كيك اضافية كده، بتبقى لذيذة قوي. كده الحشو بتاعنا خلاص بقى جاهز. ببدأ بقى اجيب ورق الجلاش بتاعي. طبعا حجمه بيختلف من صنف لصنف ومن نوع لنوع. لو كبير قوي ممكن اقصه بالمقص نصين. انا حطيت تحت ورق الجلاش بتاعي ورقة زبدة علشان موسخش عليه الرخامة بتاعتي، وبيبقى بعد كده شغلي في التنظيف بعد ما بخلص بيبقى اسهل كتير. هبدأ اجيب 3 ورقات يعني كل رول هيبقى 3 ورقات جلاش، وببدأ افردهم كويس بايدي، اتأكد مفيش اي كلكعة، وبالفرشة هبدأ اسقي الورق الجلاش بتاعي بالخليط اللي عملناه في الاول بتاع اللبن والزيت والبيض. ممكن برضو نعمل بين كل ورقة وورقة في ال3 ورقات التسقية دي، وممكن استسهالا نحط على اخر واحدة خالص بس. هو عموما التسقية دي بيبقى دورها ان احنا الجلاش بتاعنا لما يدخل الفرن يبقى مش ناشف، يبقى طري، وفي نفس الوقت فيه قرمشة مظبوطة لطيفة ما بتضايقش في البق، وفي نفس الوقت بتخلي ورق الجلاش بتاعنا كمان ورق. انا هنا حشيت اول واحدة، حطيت الشاورما على الطرف خالص، وابدأ قد ما اقدر ازمها بايدي جدا، بحيث ان انا ما اسيبش اي فراغ خالص بين الشاورما وورق الجلاش. انا هنا عملت واحدة تانية عشان تشوفوها صح. كل ما حطينا الشاورما بتاعتنا او الحشو على الطرف، كل ما عرفنا نزمها ونخلي الجلاش لافف بحبكة على الحشو بتاعنا. طبعا الرولات دي بتنفع بأي حشو انتوا تفضلوه. انا النهارده عاملاها بحشوة الشاورما، هي دي جديدة وحلوة، وانصحكم تجربوها فعلا بالحشوة دي. انا هنا هو بعملها تاني زي ما انتوا شايفين، باجي على حرف الجلاش خالص بتاعي، وابدأ احط الحشو بتاعي، ومساعدة ورقة الزبدة نفسها برفع الجلاش بتاعي، وابدأ الفه بزمة جامدة، بحيث ان الجلاش يغلف الشاورما كويس. لو ما تزمش كويس ودخل هواء او كده مع الجلاش، او بقى في فراغ بين الجلاش والحشو، وقت التقطيع بيبقى بيضايق. وفي بايركس مدهون زيت ببدأ أرصص الجلاش بتاعي واحدة واحدة جنب بعض من غير ما أسيب أي فراغ أبدا بينهم. وهبدأ بسكينة حامية أقطعه الحجم اللي أنا شايفاه مناسب. أنا هنا عملتها تقريبا الرول الواحد مقاس 5 سنتي. أنا كنت شايفة إن هو الحجم ده بيبقى شكل كده السبرينج رولز، بيبقى لطيف قوي وقت التقديم. وببدأ بجيب التشريبة أو التسقية اللي احنا كنا عاملينها في الأول، وبالفرشة ببدأ أعدي على الجلاش بتاعنا برضو، عشان لما يدخل الفرن هياخد كده لون حلو قوي بسبب البيض واللبن سوا. ده غير ان كمان مش هينشف مننا، وهيبقى طري، وفي نفس الوقت مقرمش، وهيبقى جميل جدا. دخل الفرن على درجة حرارة عالية جدا، وشغلت المروحة بتاعة البوتاجاز. أخد تقريبا تلت ساعة. طبعا كل واحد وفرنه، وكل واحد عارف فرنه حامي ازاي. لو الفرن بتاعنا حامي قوي ممكن نخليه على درجة حرارة متوسطة. بس زي ما انتوا شايفين هو خلاص كده استوى. انا هنا بالسكينة بحاول اسلكه عشان وقت التقديم لما حد يجي يغرف لنفسه الرول الواحد يطلع على بعضه. انا هنا هشيل الرول عشان اوريكم قد ايه شكله حلو.
وقت التقديم، والحشوة بتاعته من جوه جميلة. وأتمنى بجد تجربوا الصنف ده. الصنف ده كان ناجح جدا وعجب الناس كلها.